اللي موجود في الفئران الصغيرة بيخليها مميزة؟ الإجابة هي البلازما. مش انت ساعات بتشوف حد كبير في السن بس شكله صغير؟ وأحيانا تانية بتشوف ناس صغيرة في السن بس شكلها كبير؟ البلازما بقى هي اللي بتتحكم في كل ده. نسبة مكونات البلازما من البروتين والعناصر التانية هي اللي بتحدد شكل الشخص، سواء يبقى كبير أو صغير. يعني عندك مثلا الناس اللي سنها كبير هتلاقي في دمها العناصر اللي بتسبب الالتهابات، وده العامل الرئيسي في أمراض القلب والشيخوخة. على عكس الشباب الصغير هنلاقي في دمهم العناصر المحفزة والمجددة للخلايا. بس العلم ما بيقفش. سنة 2014 عالم أعصاب من جامعة ستانفورد خد بلازما من فار صغير حقنها في فار كبير، وفضل مراقب الفار ده. لقى ان بعد 3 أسابيع ان الفار الكبير ده صحته اتحسنت. ودي كانت قفزة كبيرة جدا في العلم، لان خلاص العلماء مش محتاجة تعمل عملية جراحية مؤلمة للفئران،